نستضيف اليوم في حلقة لبرنامج شوت ثعلب الكرة العراقية الكابتن فلاح حسن. بداية كابتن، مرحبا بك في بلدك العراق، وتحديدا بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان. يا أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا بأن أكون في عاصمة كردستان العراق أربيل. بما أنكم قد غبتم عن العراق لمدة 3 عقود تقريبا، كيف تقارنون بين واقع كرة القدم حينها والآن؟ قد لا يختلف اثنان، يعني أنه الفترة الذهبية للكرة العراقية هي فترة السبعينات والثمانينات. لذلك عندما نضع الفترتين في مقارنة نجد أنه تلك الفترة كانت زاخرة بالنجوم، وهي مثلت فترة العصر الذهبي للكرة العراقية. هذا لا يعني أنه الفترة الحالية لا تمتلك مواهب أو نجوم، لكنه ليس بالكم الذي كان في الوقت الماضي. أملنا كبير أنه الكرة العراقية تستعيد عافيتها من خلال بناء قاعدة من الناشئين والأشبال والشباب والمنتخبات الأولمبية في سبيل رفد المنتخب الوطني باللاعبين الموهوبين. كابتن فلاح، هل كنت على إطلاع بما يجري في الساحة العراقية من تغييرات خاصة واقع كرة القدم؟ وكيف تصفون حالة تأخر منتخباتنا الوطنية قياسا بالدول المجاورة التي سبقتنا؟ أكيد عندي اطلاع من خلال متابعة الفضائيات، يعني خاصة البرامج الرياضية في هذه الفضائيات، بالإضافة إلى قراءتي للصحف من خلال الإنترنت. فعندي معلومات كافية عن واقع الكرة العراقية. أصبح الآن واقع الكرة العراقية يعني مرير وصعب جدا نتيجة تراكمات الفترة الماضية من سلبيات. أملنا كبير أن نتجاوز هذه السلبيات ونبدأ خطوات جديدة في سبيل الرقي في كرة القدم العراقية، لأنه كرة القدم العراقية لها مكانة خاصة في آسيا، فليس من الصعب أن تعيد الكرة العراقية مكانتها. إخفاقات منتخباتنا الوطنية على مختلف الأعمار، أعتقد هذه هو الخلل المسجل على الاتحاد العراقي لكرة القدم، لأنه لم يضع خطط بعيدة المدى للاستفادة من هذه المنتخبات أو المشاركة في الدورات التي تزج بها، نتيجة أيضا ظروف قد تكون صعبة في بعض الأحيان. لكنه من واجب الاتحاد العراقي أن يتجاوز هذه الصعوبات ويحاول أن يعد منتخباتنا للظهور بمستويات جيدة في الدورات التي تشارك فيها. أبو تيسير، إذا أنيطت بكم تدريب أحد الفرق الجماهيرية كأربيل مثلا، نعم، هل ستلبون الطلب أم لديكم مشاريع أخرى لا تستطيعون الاستغناء عنها؟ الحقيقة هي مو مسألة مشاريع لا نستطيع الاستغناء عنها. أنا قلت عندما خطوت خطوتي باتجاه بلدي العراق، هناك هاجس في داخلي أنه أتيت لأقدم خدمة للعراق من خلال عملي في مجال كرة القدم. وأنا شخصيا لا أحدد في أي مجال أخدم كرة القدم بالعراق، المجالات مفتوحة كلها، فإذا كنت مدرب أو إداري أو في أي موقع المسؤولية عن كرة القدم أنا حاضر لكي أؤديه. عندما علمتم بحصول المنتخب الوطني على لقب بطل آسيا عام 2007، كيف كانت مشاعركم حينها؟ وهل عادت بكم الذكريات للفترة الذهبية؟ أكيد، لأنه الإنجاز الذي حققه المنتخب العراقي إنجاز رائع للكرة العراقية، ويكفي أنه وحد الشعب العراقي في تلك الفترة، هذا الشيء نفخر به. وأيضا بنفس الوقت أعادني إلى الماضي عندما نحقق بطولات في فترتنا. أيضا كانت العالم تخرج إلى الشوارع وتحتفل، وبالتالي أحس أنه فوزنا ببطولة آسيا هي نقطة إيجابية مضيئة، كان من الممكن أن تتحول إلى بناء قاعدة جديدة في كرة القدم من خلال الاعتماد على الناشئين، لأنه ماكو طفل بالشارع ما كان يحاول أن يقلد هوار أو يقلد نشأت أو يقلد يونس.
فأعتقد أنه كان من الممكن أن تفتح مراكز لاستيعاب هؤلاء الأشبال لديمومتهم في الملاعب الرياضية. مشكلة كرة القدم هي الشغل الشاغل للرياضيين العراقيين حاليا. هل أنتم مع قرار حل اتحاد كرة القدم أم ضده؟ وهل ترون انفراجا في الأزمة بعد أن عقدت اللجنة الأولمبية اجتماعا مع الاتحاد قبل أيام؟ الحقيقة موضوع حل الاتحاد العراقي هذه مسألة تخص اللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي، ونحن كمتابعين يعني نحن ليس أصحاب قرار وإنما كمتابعين. أنا شخصيا صرحت في كثير من الفضائيات أنه اللجنة الأولمبية لن تتخذ هذا القرار إلا بعد أن أغلقت جميع الأبواب والنوافذ في وجهها. يعني أكيد اللجنة الأولمبية طرقت كل الأبواب في سبيل الوصول إلى حل مع الاتحاد العراقي اللي يقصد به حل توافقي. يعني قد يكون الطرفان لديهم يعني رؤى ونقاط مختلفين عليها كثيرا، لكنه شخصيا أحس أنه ما زال الوقت في سبيل أن يجلسوا على مائدة حوار ويحاولوا أن يناقشوا كل ما حدث بيناتهم ويصلوا إلى نقاط. أكيد هناك نقاط توافق بيناتهم وينطلقون من هذه النقاط نحو الأمام في سبيل لا يعطون المجال للاتحاد الدولي لفرض عقوبات على العراق، لأنه هناك مشاركات كثيرة تنتظر فرقنا الرياضية. مثلا نادي أربيل عنده مشاركة آسيوية، منتخب الشباب عنده مشاركة آسيوية، منتخب الناشئين أيضا مشاركة آسيوية، الخماسي. لذلك يعني عندما في حالة ما إذا لا سامح الله اتخذ الاتحاد الدولي قرار بحرمان العراق، أكيد الوضعية راح تكون صعبة على فرقنا العراقية. لديك من الأهداف الجميلة عدد لا يحصى، ما هو أجمل هدف باق في ذاكرة فلاح حسن؟ عدد الأهداف الدولية اللي مسجلها، يعني قرأت أنه أنا عندي 39 هدف. قد يكون قسم من هذه الأهداف يعني ما موجودة بالأرشيف، لكنه أكيد لو تبحثون كإعلاميين راح تجدوها. إذا مو في بلدنا قد يكون تحصلون عليها في بلد الجوار، بلدان الجوار. فهدفي على النمسا والكويت خلينا نقول يعني مع الجمهور. أين هو فلاح حسن داخل الرياضة؟ أين فلاح حسن في الرياضة الآن؟ أنا ما زلت مستمر في الرياضة، يعني أدرب في أمريكا نادي أمريكي ونتائجنا جيدة جدا، وما زلت متواصل مع الرياضة ما توقفت. في الختام نشكرك الشكر الجزيل، ومرة ثانية نقول لك أهلا وسهلا بك بين أهلك ومحبيك. شكرا جزيلا، وشكرا لقناتكم ولهذا الملعب الرائع اللي استضافتونا به، وإن شاء الله أتمنى لكم التقدم والازدهار.